السلام عليكم. التحليه تاع اليوم هي تتحضر في دقائق. واش لازم لنا لي بودواغ يكونوا جاهزين نشروهم. نوجدوا ان سيرو، نطيبوا سيرو كاس ماء ونص كاس تاع سكر هاوليك يكون خفيف. واش ندير له؟ ندير عطر الفراوله شويه، نخلط باش تجي السيرو تاعنا يجي منكه بالعطر الفراوله. بانسوم بهذه الطريقه، ما نشبخوش بزاف، يعني غير شويه برك. هنا بعد ما شمخنا البسكويت تاعنا هذا لي بودواغ بالسيرو، واش ندير؟ نطليهم بالشيكولا من الفوق، بالشيكولا تاع الكلاصاج. هنا قبل ما تنشف الشيكولا ندير لهم اللوز ايفيلي، نعمرهم كامل بهذه الطريقه حتى تولي ما تبانش كامله ديك الشيكولا هكذا. نكمل كامل لي بودواغ تاعي بهذه الطريقه. هنا السيرو هذا كنا لاخر درنا له العطر تاع الفراز، وهذا قسمنا السيرو على قسمين. القسم الاول درنا له عطر تاع الفراز، والقسم الثاني حنديروا له العطر تاع الكراميل. ندير شويه هكذا خلط. هنا النكهات كل وحده كيفاش تحب تنكه الكاطون تاعها لي بسكوي هذا. نشد لي بودواغ نفس الطريقه هكذا، ما نشمخوش بزاف. حتى نكمل كامل لي بودواغ. ثانيك هذوك اللي عطرناهم بالكراميل، ثانيك نفس الشيء ندير لهم الشوكولا، نزيدو ندير لهم بعد اللي درنا الشيكولا نديروا لهم اللوز ايفيلي ونخلوهم خلي الشيكولا تنشف. هنا عندي لا كريم شونتيي، طلعتها وجدتها قسمتها في زوج صحون. وحده ندير لها عطر الفراوله هكذا، والثانيه نديروا لها العطر تاع الكراميل. نشفت لنا الشيكولا هذوك تاع اللي درناهم عطر تاع الفراوله، نقلب الحبه هكذايا بهذه الطريقه، وندير لهم شويه تاع الشونتيي هكذا بالعطر الفراوله، ونغلق حبه مع اختها بهذه الطريقه ونوقفها هكذا. واش ندير؟ نديرها شويه من فوق عشوائي هكذا، شويه صابغ تاع الفراز بهذه الطريقه شويه هكذا. هنا بعد ما كملنا التزيين تاعها نجيبوا لي كيسات ونحطوها في الكيسات. هنايا جبنا هذوك تاع الشيكولا اللي درنا لهم العطر تاع الكراميل، ندير لهم كذلك في الوسط بهذه الطريقه كيما درنا في العطر تاع الفراوله، ونغلق الحبه مع اختها ونميلها بهذه الطريقه. واش ندير؟ نزيد لها شويه برك من الفوق هكذا. عندنا هنا وعندي هنا كاوكاو كونكاسي يكون في الخشين، حمصته شويه ونحطه من الفوق. ندير لها الكاوكاو بهذه الطريقه. هنايا كي درنا لها الكاوكاو ندير الشيكولا، نطليها كامل بالشيكولا بهذه الطريقه. ونكمل الباقي بهذه الطريقه تاع الكراميل. اذا هذه هي التحليه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها في البيت، تقدموها مع عصير مع واش حبيتوا، واش هي طيبه. سلام.